إذا ما درتيش الدجاج محمر بهذه الطريقة كي تراطي، صراحةً تاع الصح اللي كويس تاع الدجاج بتتبيلة خطيرة، محمر كي مجمر وريحته لحقت ل7 جار أحسن تاع برا ب1000 مرة. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وبألف خير. الفيديو تاع اليوم وصفة الدجاج المحمر ولا الكويس في الكوشة. إن شاء الله تكونوا مهنيين وكامل فرحانين. نصلوا ونسلموا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الكويس محمرين في الفور، واحد البنة واحد الريحة. البنات ما نحكي لكمش، هذه الوصفة إذا راطيتوها يعني صدقوني راكم راه خاسرين بنتها ضربة. اللي عمرها ما نجح معاها الدجاج محمر في الفور تسيي هذه لاغوسات وترجع لي بالخبر. نبداو على بركة الله. أنا عندي لهنا الكويس اللي كنت حضرتهم في تحضيرات رمضان. نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. أنا عندي أكياس الشواء، راح نديرهم في أكياس الشواء عفوا. نجبد وحدة وندير فيها الكويس تاوعي. جبتهم من الكونجيلاتور، درتهم ديريكت، ما خليتهمش يريحوا قسم ما وجدت حالتي. وشعلت الفور، درتهم في ساشي هذوما، درت فيه وحدة وحطيتهم في الفور يطيبوا على درجة 170 درجة في الفور. يعني ساعة ما يهمش، حطيه البكري وخليه يطيب كما راكي تشوفي. دخلته للفور وخليته يطيب على غرضو. ومن جهة واحدة أخرى أنا راح نقدمه مع لابيري. درت بطاطا قطعتها مربعات ودرتها الطيب، درت معها شوية ملح ودرت معها الماء سخون وخليتها طيب في غرضها. ومن جهة واحدة أخرى راهو الدجاج تاعي راهو يطيب. صدقوني ريحته راهي متعبق في الدار. جربي هذه الوصفة وماش راح تندمي عليها، يجي أحسن من تاع برا نقولك. جربيها ورجعي لي بالخبر في التعليقات، ومش راح تندمي عليها. يعني راح يحبوها وليداتك وراح كل مرة يطلبوها منك باش تعاوديها لهم. انا ندير هذه البطاطا طيب ونشوفوا الدجاج تاعنا، شوفوا كيفاش راهو قريب يطيب. دوك نجبدوه وتشوفوه باش نحمرو لهنا. انا نحيت ثقبت الساشي من جهه ونحيت هذيك لاصوص اللي كانت داخله، حطيتها في ليفيغين ولا اي صحن عندك. لهنا شوفوا هو محمر، بصح حبيت نعطيله تحميره شابه. هذيك اللون الاحمر اللي يجي في الدجاج محمر تاع برا، يعني اللي يجي نشروه من المحلات. نجيبو نحيولو هذيك الساشي، ونجيبو الليكويس تاوعنا نحطوهم على الورق الطهي، ونجيبو مغرفة تاع زبدة، مغرفة تاع عسل، سنة ثوم، شوية فلفل حمار وشوية ملح، عصرة تاع قارص، ونخلطوهم كاملين وندهنو بهم الوجه تاع الكويس تاوعنا. صدقوني يخرجوا بنة روعة روعة. الريحة تاعهم تعبق تعبق يعني. راح يجي يسقسك واش راكي دايرت لنا ماما. لهنا نخلطهم مليح مليح. الزبدة هذه كما قلت لكم والفلفل الأحمر عكري، وعصرة قارص، مغرفة عسل وملح، وندهنو هكايا الوجه تاع الدجاج تاعنا ولا ليكويس. اللي عندها دجاجة نفس الشيء، ديري الدجاجة تاعك في الساشي هذوك تاع التحمار، وديريهم في الكوشة ساعة ولا بغرضها، خليها طيب. ومن بعد كي يطيبوا جيبي مسحيها بهاد التتبيلة ورجعي لي بالخبر. اللون تاعها يجي رائع جدا. نعاود نرجعها انايا هذيك المدة اللي لازم تتحمر بيها. عسيهم شوفي اللون كيفاش يجي خطير ما شاء الله. الريحة راهي تعبق. الحمد لله كلاوه وعجبهم. لهنا جيت نحي هذيك لابيري تاعنا، تلا مغرفة تاع زبدة وشوية حليب، هذا درته يعني تاع خفيف خفيف تليق للفطور تاع رمضان. خفيفة وما يجيش ناشف الدجاج، يجي من برا مقرمش ومن داخل طري ويجي طيب زبدة. جربي هذه الوصفة ومش راح تندمي عليها حبيبتي. قولي لي في التعليقات إذا نجحت لك وجاتك بالطريقة اللي راني نهضر لك عليها. التتبيلة تاع الكويس تاعنا نخليها لكم كيما كنت قلت لكم في صندوق الوصف، في فيديو تاع التحضيرات. شوفوا ثم. لهنا نرحي مليح البطاطا تاعنا حتى نتحصلوا على القوام الكريمي اللي نحبوه، ونجو نقدموا الوصفات تاعنا. لهنايا نوجه شكري ونقول للمشتركين الجدد اهلا وسهلا بكم.
الدار داركم والعتبة لينا. نشكر كل واحد تفاعل في القناة وانضم لعائلتنا الصغيرة. بكم من نكبروا والعائلة تاعنا تزيد تكبر. لهنا الطبق تاعنا راهو جاهز. شوفوا لاصوص نحيت انا ما كثرتش بزاف باسكو رمضان مش راح ياكلوا بزاف. لهنا نسقوه على اللحم تاعنا. شكون اللون تاعو يجي رائع جدا. ونحطو على البطاطا تاعنا لابوري ونقدموها بالصحة والهنا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، واللي عجبتها الوصفة تتفاعل مع الفيديو من فضلكم. جيم وتعليق باش يوصلكم كل جديد. شوفوا اللون الرائع وتجي طايب زبدة. نجربوها البنات مش راح تندموا. شوفوا اللون تاعها كيفاش يجي خير متاع برا، يعني 1000 مرة. وطيبي حاجة نقية لوليداتك. شوفي كيفاش يجي اللون. انا وليداتي صدقيني غير طاروا معاها يعني وكلاو الحمد لله. جربي الوصفات اللي راني نعطي لك وقولي لي رايك. واش راكم حابين ندير لكم كوصفات في القناة. اعطوني تعليقاتكم، ومع الف الف سلامة.